وصفتنا اليوم من خامج وبنين. الأكلة الشعبية اللي يحبوها الجزائريين كبار وصغار، بيتزا كاري الجزائرية. راح نديروا لاباط تاعها بطريقة تقليدية بالسميد. ونبداو بالعجين اللي حنحتاجو فيه ان بول صغير تاع سميد يكون رطب رقيق، وبول واحد اخر تاع فرينه، مورفه كبيره خميره الخبز، ومورفه كبيره سكر، نص مورفه كبيره ملح، ونص مورفه كبيره خميره كيميائيه، ونص فنجان زيت. نلموها بالماء الدافي حتى تشكل عندكم عجينه طريه ملسه. انا احتاجت فيها حوالي كاس ونص ماء. شنو 10 دقائق بيديكم ولا بالبيترا، تغطيوها تحطوها في بول فيه شويه زيت وتخليوها تخمر نصف ساعه، وتروحوا توجدوا لاصوص تاعكم اللي راح تحتاجوا فيها نص فنجان زيت زيتون، 3 سنات ثوم مربين، مورفه كبيره طماطم تاع علب، وربع حبه طماطم مقشرين ومرحيين. لاصوص تاعي ما نستعملش فيها البصل، وندير فيها التوابل اللي هما مرفه صغيره ملح، فلفل كحل، وفلفل احمر، ورق طرندو، زعيطره. نجي لها مرفه صغيره سكر باه تنحي لكم الحموضه. تقلى شويه ثوم، زيدوا لها باقي المقادير وتحطوهم يدزوا يتقلى مع بعضها حتى تولي صوص ثقيله. تنحيوها وتخليوها تبرد. بعد ما تخمر العجينه تفتحوها رقيقه وديروها في بلاطو كبير. اذا درتوا جوج بلاطوات صغار تقسموا العجينه على زوج. بلاطو تاعي درت بشويه زيت اذا ما عندكمش بابي كويسون. حطيت العجينه وثقبتها بالفرشيطه، ودرت لها شويه من لاصوص والزيتون وفلفل حلو لحام مقطع مربعات. الفوري تكونوا شعلتوا عليه ربع ساعه من قبل، طيب على 200 درجه ربع ساعه. بعد زينوها بشويه سردين تكونوا نقيتوه، ورشها من الزيت تاعو، شويه فرماج ودبشه. ديروا لايك وفولو وسلام.